على وليد صلاح الدين عشان يعتبر اول ماتش ليه، وفعلا هيبدأ يقشر لهم، والكلام اللي هو لاغي كل مستحقات لكل اللعيبة الا لما يكسبوا ال5 ماتشات الجايين، ودي حاجة كويسة. نجيب مدرب يديهم بالجزمة عشان احنا مش هنستحمل نشوف الكلام الفارغ ده بعد كده. اللعيبة دي لو ما فهمتش او ما قدرتش تفهم ان هي كتيم متكامل هي اقل من النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، ولو هي مش قد تيشيرت النادي الاهلي بالسلامة يبقى هي فاهمة غلط. لو في واحد فيهم شايف ان اسمه هيبقى اكبر من النادي الاهلي، فانا بقول لك يا حبيبي انت غلطان وراجع نفسك، هتلاقي نفسك لا شيء. وده اللي لازم احنا نشوفه من ادارة النادي الاهلي، وسواء مدير فني هيجي لازم يبقى شديد. مدير كوره مش قلقانين من وليد صلاح الدين، شد عليهم واديهم فوق دماغهم، مفيش فلوس ومفيش اي حاجه، مفيش حاجه اسمها تعديل عقود، مفيش حاجه اسمها تجديد عقد في قبل ميعادك، كل ده ارمي. النتائج لعيبه زي دي انا بقول المفروض من غير مدرب كانت تلعب بروح وعزيمه واصرار لو هي فاهمه هي لابسه تيشيرت مين، لكن لعيبه مش رجاله ولاعيبه عاله شويه موظفين. والنتائج خير دليل. ما تقوليش ريبيرو السبب، عماد النحاس السبب، لا، انت كلعيبه ليكوا اسامي وفرحانين بنفسيكوا، اللي احسن لاعب في افريقيا، واللي احسن لاعب في الشمال الاطلسي، واللي احسن لاعب في المغرب، واللي احسن لاعب في تونس، واللي احسن لاعب مش عارف فين. لا طبعا، وريني ده في الملعب يا حبيبي. نتائجك من اول ما شاركت مع الاهلي في كاس العالم للانديه لغايه النهارده بتقول غير كده. اثبت لنا ده بنفسك. احنا مش هنقبل باي تهاون، واللي هيتكبر على النادي الاهلي يقعد دكه ويركن. اي اسم بقى مش اسم معين. وتريزيجيه ده لو ما فاقش اول واحد يقعد فيهم. اللي مش هيلعب بروح وعزيمه واصرار وقد تيشيرت النادي الاهلي والله ما عايزين نشوفه في الملعب، حتى لو مدفوع فيه ايه، ولو الفرقه هتقف عليه. على راي شوبير، لو اللعيبه دي مش هتقدر تعمل نتائج هاتوا الناشئين، ومش عايزين البطوله، ما كده كده ضايعه. ما انت كده كده بتحطني في خانه اليك وهتخليني محروق دمي ومضغوط في كل الماتشات. هات الناشئين تلعب يا عم بدل شويه الموظفين دول. ومش عايزين بطولات، نبني فريق ونبني جيل عنده حمقى واصرار وروح بالتيشيرت اللي هو لابسه. غير كده مش هنستنى المنظر السيء ده تاني، مش عايزين نشوفه. واحنا قلنا اللي مش عاجبه بالسلامه، الباب يفوق جمل. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المطوشه الجايه، ونتمنى الخطيب يبقى ليه موقف ويشد الناس دي كلها، ومفيش تسمية على اي لعيب مهما كان اسمه.